بامبرز بيسرب أو بيسبب التهابات؟ خليني أقولك إزاي نختار الأنسب لطفل. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك في سبيل نشر العلم والمعلومة لكل أم محتاجة عشان تستفيد منها. أنا دكتورة نيفان رضا، استشاري أطفال. أول حاجة لازم تختاري مقاس مناسب. اللي لازم تعرفيه أولا إن كل بامبرز ليه مقاس معين ومناسب لوزن ابنك وعمره. لو اخترتي المقاس الغلط هتواجهك مشكلة. كل تسريبة بغسلة. لو طفلك وزنه 5 كيلو اختاري دايما الحجم المناسب من 5 ل 9 كيلو. خليكي دايما متابعة وزن، اختاري الحجم المناسب عشان نطمن برضو عليه. الخامات اللي موجودة في البامبرز أحيانا بتكون سيئة وأحيانا بتكون جودتها كويسة. نحاول دايما نختار الحاجة اللي جودتها كويسة، لأن الجودة السيئة بتسبب التهابات للطفل وحساسية وبتسرب. دايما دوري على الانواع اللي تكون مصنوعه من مواد ناعمه مناسبه لبشره الطفل، زي بامبرز اللي بتبقى مزوده بتقنيه الهواء اللي بتحافظ على الجفاف لفتره طويله. الاستجابه للانشطه اليوميه عند الطفل اللي بيحب يتحرك كتير زي اللي بيحبي، لازم تختاري بامبرز مناسب ومرن عشان يعرف يتحرك وما تعوقش حركته، وكمان ما يسربش اثناء الحركه. لازم يكون البامبرز مريح ليه خصوصا وقت تطوره الحركي. رابع حاجه هنقولها ازاي نحمي ابننا من تسريب البامبرز او نفسنا. البامبرز اللي ليه حواف ضيقه مريحه حول منطقه الفخذين بيحمي من التسريب. لو لاحظتي ان دايما البامبرز بيسرب وخاصه بالليل، جربي البامبرز اللي مصنعه خصيصا للاستخدام الليلي واللي تكون اعلى في الحمايه من التسريب لمده اطول. خلي بالك دايما لازم تقفلي البامبرز كويس من كل ناحيه عشان برضو ده بيحافظ على ان هو ما يسرب. السوق فيه ماركات كتيره جدا بس مش كل ماركه هي الافضل. جربي الانواع المشهوره والمجربه قبل كده اللي ليها تقييمات كويسه. لو لقيتي ماركه مناسبه لطفلك خليكي دايما ملتزمه بيها عشان تضمني دايما راحته وصحته، مع طبعا اختيار المقاس المناسب كل ما يكبر. لو لقيتي ان طفلك عنده حكه او التهاب جلدي فورا غيري نوع البامبرز. مش بس بيحمي من التسريب، ده كمان لازم يحافظ على صحه بشره الطفل. لو عندك اي تجربه او سؤال سيبيها لي في الكومنتات وانا هرد عليك.